تريكات. لو انت وصلت للحته ديت يعني صدقني لازم تشوف الحاجات اللي قلتها قبل شويه، خيوط الغزل الفطري، اللي هو كنت فين يا سافل، اللي هي بتاعت الكنافينين والسفالوسبورين، لازم تشوفها. طيب نبدأ ونقول بسم الله. تركات المناعة في النباتات. أول حاجة مسببات الأمراض من حيث الخطورة. إحنا قلنا إن ترتيب الخطورة أول حاجة الأعداء الخطرة دي قاتلة. السموم قد تقتل وقد لا تقتل، إنما الظروف الغير ملائمة اللي هي إيه لا تقتل، وبالتالي الحتة دي واضحة مش محتاجة استفاضة زيادة عن اللزوم. طيب حتة المناعة التركيبية، دلوقتي الكيوتين ديت لها دور في الدعامة ولها دور في المناعة. إزاي؟ في الدعامة احنا واخدين ان الكيوتين دي لها دور في الدعامة الفسيولوجية والتركيبية. طب دعامة تركيبية لأنه عبارة عن ترسيب، يعني أي ترسيب عبارة عن دعامة تركيبية، يعني تراكيب، تمام؟ يعني بيبقى إيه ده علاقة مباشرة. طب مناعة فسيولوجية، والله دعامة فسيولوجية، إحنا قلنا إن الدعامة الفسيولوجية دي بتعتمد على كمية المية اللي جوه الخلايا. طب مش الكيوتين ديت مواد عزل المية، فأكيد وجود الكيوتين على سطح الأوراق بيمنع تبخر الميه بشكل سريع، فكده الخلايا جوه الورقه هتحافظ على الميه، فكده هتكتسب الدعامه الفسيولوجيه بشكل احسن، فكده له دور يعني دعامي غير مباشر، تمام؟ طب له برضه مناعه تركيبيه. المناعه التركيبيه بشكل غير مباشر زي ما قلت، هو ليه له دور وظيفه مناعيه بشكل غير مباشر، لان الكيوتين دي زي ما قلت بيمنع ترسب الميه او بيمنع تبخر الميه من الاوراق، فالسطح بتاع الورقه بيكون بيئه غير ملائمه لنمو البكتيريا، فكده هو له دور مناعي. طب غير مباشر لا لان الكيوتين مش بيروح يقتل البكتيريا نفسها زي مثلا السيفالوسبورين او الكنافينين والحاجات ديت، لا، هو بس مجرد ان هو بيخلي السطح بتاع الورقه بيئه غير ملائمه لنمو البكتيريا. طيب الكلمة الجدار الخلوي احنا واخدينها طبعا في الدعامة التركيبية، الجدار الخلوي اللي هو السيلوز بقى والليجين والحاجات ديت. طب وفي المناعة برضو احنا خدنا المناعة او خدنا الجدار الخلوي في حتتين في المناعة. المناعة التركيبية اللي موجودة اصلا، واللي هو ايه تنشأ كاستجابة، اللي هو حتة مثلا اللي هو يتغلظ بالليجنين لما الفطري يعني او البكتيريا تخترقه، او ان مثلا حتة اللي هو الخيوط الغاز الفطري ثانية كده، او حته الغيوز اللي هو الخيوط بتاعه الغاز الفطري لما تبدا تخترق النبات، فتبدا تحوط الخيوط ديت عشان تمنع انتشارها. فانت دي كده يعني الجدار الخلوي له يعني وظيفتين او له دورين في المناعه. طب الليجنين، والله انا الليجنين ديت سمعتها في البشره طيب الليجنين احنا خدنا من شويه اللي هو ايه التراكيب الخلويه، اللي التراكيب بتاعت الخلويه اللي بتنشا كاستجابه، فاحنا قلنا والله ان الخليه ديت لما بتتغلظ ثانيه كده، الخلايا اللي هي خلايا البشره تحت البشره لما البكتيريا تبدا تخترقها، فالخلايا دي بتبدا ايه الجذور الخلويه بتاعتها تتغلظ بالليجنين، تمام؟ فتبدا الجذور اللي هي خلايا البشره واسفل البشره تبدا الجذور بتاعتها تتغلظ بالليجنين. طب انا سمعت الليجنين فين برضو تاني في الدرس ده؟ فبقول لك البشره بعدما تتغلظ من الداخل مناعه ودعامه، تمام؟ سمعت برضو الليجنين في الاوعيه الخشبيه ما عدا النقر، لما كنت خدت ان الخشب عباره عن مثلا خلايا، دي كده خليه، دي كده خليه اللي هي خلايا سكرانشيميه. خلايا سكرانشيميه يعني ايه؟ يعني مغلفه بالليجنين، يعني مرسبه ليجنين من جوه. فالخلايا السكرانشيميه دي زي ما احنا قلنا في التيلوزات ان الحته دي اتفتحت، زي ما انت شايف الحته دي كده ايه فتحت مع بعض، فزي ما انت شايف كده الحته دي كده فتحت على بعض، والسيتوبلازم والنواه اللي كانوا موجودين في النص قاموا طالعين، والحتت اللي هي دي كونت ايه النقر. النقر دي اللي موجوده في الجنب هنا الخلايا البارنشيميه، الخلايا البارنشيميه اللي لما البكتيريا تدخل لجوه الاوعيه الدمويه أو اللي هي اوعيه الخشب مش اللحاء، الخشب بس، اوعيه الخشب بتاعه النبات، مين اللي يعرف المستقبلات اللي على سطح الخلايا البرانشيميه دي تعرف ان في بكتيريا دخلت النبات، فتبدا انها تبظ بره كده علشان تمنع ايه تمنع انتشار، مش تمنع دخول بقى، لا، تمنع الانتشار، هو داخل خلاص بس هو بتحاول انها تحد من الحركه بتاعته او تحد من الانتشار بتاعه. طيب تمام. عندك برضه بيقول لك ان ايه قطع سطحي في البشره، يعني في جرح خفيف في السطح بتاع البشره، فبيحصل ايه بيرسب سموغ او بيرسب فلين لمنع دخول البكتيريا، تمام؟ طب خلاص الجرح بقى عميق لدرجه انه وصل للجهاز الوعائي، وصل للخشب واللحاء، تمام؟ فاللي بيحصل ايه تيلوزات. طب انا بعمل التيلوزات عشان ايه؟ عشان امنع انتشار مش امنع دخول، ده هو خلاص دخل، انا بس بحاول ان انا امنع انتشاره. وبعد كده بني التراكيب المناعيه البيوكيميائيه او اللي هي المناعه البيوكيميائيه هي اللي تحاول تقضي على البكتيريا او الميكروبات اللي دخلت ديت. طيب دلوقتي في المناعه البيوكيميائيه، ركز في الحته ديت، لما اقول النقطه دي معناها ايه ان حصل اصابه.
طيب المستقبلات، احنا قلنا المستقبلات ديت بتكون موجوده قبل الاصابه وبتزيد بعد الاصابه زي ما انت شايف كده. طب الفينولات والجلايكوزيدات احنا خدنا نراجع تاني ان هي مركبات سامه قد تقتل او تثبط، يعني ممكن تقتل البكتيريا وممكن تثبط اللي هو النمو بتاعها وانها تتكاثر بشكل سريع. وبقول لك قد تكون موجوده قبل الاصابه وقد تكون موجوده بعد الاصابه، يعني ممكن تكون موجوده قبل الاصابه وممكن ما تكونش موجوده عادي جدا. فهي ايه الفينولات والجلايكوزيدات اللي هي المتردده، يعني اللي كده ولا كده ملهاش ملكه، تمام. طبعا الفينول جاي من كلمه فينول، الفينول والحلقه البنزين عليها او اتش اللي انت واخدها في اللي هو اللي انت واخدها في الكيمياء العضويه. وطبعا الجليكوزيدات زي ما قلت هو بيكون جلوكوز، يعني هو بيحاول ان هو يعني يحط جلوكوز البكتيريا عشان تاكلها، بس الجلوكوز ده مربوط مثلا بيه او لازق فيه سم مثلا معين. طيب احماض امينيه غير بروتينيه زي ما قلت اللي هو الكنافينين والسيفالوسبورين، وحششتها لك في كلمه ايه كنت فين يا سافل عشان يعني تفتكر الكنافينين سيفالوسبورين. طبعا كنت فين يا سافل فهي مواد واقيه. كلمة واقية يعني ايه؟ يعني هي موجودة قبل الإصابة، تمام؟ وبقول لك إنها تزداد بعد الإصابة، يعني زي ما أنت شايف كده بعد الإصابة الكانفين والسيفالوسبورين زادت جوه النبات. وعلى فكرة هي مش بتقل، تمام؟ فعشان كده هي مش بتقل فنستنتج جملة مهمة جدا: النبات بيبقى اقوى بعد الاصابه. ليه بقى؟ لانه لاستمرار وجود المواد الكيميائيه اللي هي ايه الكنافينين والسيفالوسبورين. فزي ما انت شايف اعدادهم بتكبر، يعني بتكبر بشكل كبير قوي بعد الاصابه. فكده النبات يعني تحس ان هو اكتسب دعامه او اكتسب مع مناعه، فبقت مناعته اقوى. طيب دلوقتي المواد الكيميائيه المضاده ملهاش دعوه بسموم البكتيريا. زي ما قلت لك المواد الكيميائيه سواء الفينولات الجليكوزيدات اللي بتاع كونتيفينيا سافل اللي هو السيفالوسبورين والكنافينين، دول ملهمش اي علاقه بالسموم بتاعت البكتيريا، هم بيروحوا يقضوا على البكتيريا نفسها على طول. انما المواد البروتينيه المضاده اللي هي الانزيمات بتاعت نزع السميه ملهاش علاقه بالبكتيريا، هي ليها علاقه ايه او بتتفاعل مع السموم بتاعت البكتيريا بس، تمام، اللي هي انزيمات نزع السميه. طيب المناعة بقى أنا عايز بس أعمل لك في جدول كده الحاجات اللي موجودة قبل الإصابة والحاجات اللي موجودة بعد الإصابة. فبقول لك تراكيب مناعية موجودة أصلا، يعني هي موجودة قبل الإصابة. إيه الحاجات اللي موجودة قبل الإصابة؟ زي مثلا الأدمة الخارجية، زي مثلا الجدار الخلوي، المستقبلات، الكنافينين والسيفالوسبورين، تمام. طب الحاجات اللي موجودة بعد الإصابة أو اللي بتتكون بعد الإصابة زي مثلا الفلين، زي مثلا الصموغ. طبعا الفلين ديت زي ما خدت من شوية مثلا إصابة أو مثلا النبات بينمو بالعرض إنما بالطول لا، وقلت ليه في الشرح. زي مثلا التيلوزات، التركيب المناعي الخلويه، التركيب بتاعت الغاز الفطري وحته مثلا البكتيريا اللي بتخترق فاللي هو خلايا البشره والخلايا الصف الثاني للبشره بتبدا تتغلظ بالجنين. وعندي برضو اللي هي الحساسيه المفرطه برضو، واللي هي الانزيمات بتاعت نزع السميه. انما الجلوكوزيدات والفينولات قد تكون موجودة قبل الإصابة وقد لا تكون موجود قبل الإصابة. وبس كده يا جماعة، الحمد لله خلصنا المناعة في النبات. فاللي هو المناعة في النبات يعني يعتبر درس سهل مش صعب ولا حاجة. وإن شاء الله كده هعمل لكم PDF كويسة جدا للمناعة في الإنسان. فدعواتكم كده يا جماعة، على قد ما انا بروق عليكم انتوا كمان روقوا عليا. اي حد من اصحابك مثلا انت مشترك في جروب او ادمن في اي حاجه، قول لاصحابك عننا، انشر الشغل عننا عشان كتير يعرفنا. وعلى فكره ده بيشجعنا جدا ان احنا نكمل والله. فربنا يوفقك يا رب كده، ونشوفكم احلى دكاتره باذن الله. وان شاء الله يكون العمل ده فاد ناس كتير فيكم. وقولوا لي في الكومنتات اذا حد استفاد ولا حاجه. يلا بقى الله يجيب بقى شير سبسكرايب الحاجات الحلوه ديت يعني تفرحني جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.